السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللعب مع الكبار أنا محمد أوسكار، وهنتكلم النهاردة عن محمد صلاح. ومؤمن إن محمد صلاح مهم لمصر ولشبابها ولأطفالها، ومهم للرياضة المصرية، ويشرف أي بلد في العالم. ومحدش يختلف إن محمد صلاح عمل اللي محدش كان يحلم إنه يعمله، ولا كنا نحلم إن لعيب مصري يوصل إنه يكون في التوب 10 لعدد سنين كتير. وجوده في المنتخب مهم جدا، بس وهنا بقى لازم نقول بس انا شايف برضو ان اللي بينتقدوه عندهم حق، بس المشكلة الاساسية فينا احنا كمصريين. احنا ولا جاحدين ولا قلالات الاصل، احنا نقطع في صلاح. انما يوم ما حد مش مصري يجي يقطع في صلاح، فاحنا اول ناس هتقف له وهنجيب له حقه من التخين. ابننا بقى واحنا حرين فيه، وهو كده برضو على صلاح. ملوش الحق انه يقول انا حر في نفسي ومحدش ليه دعوة بتصرفاتي، واحنا برضو ملناش الحق ان نقول انه مش ابننا. فخد نفس كده وافتح لي دماغك وتعالى نتكلم بالعقل. اللي راح في لعب يرجع في لعب. الهدف الشناوي يرفع. احنا اللي مستنيين صلاح يبقى ملاك وما بيغلطش، وده مش عدل. احنا نغلطه او نفوقه بمزاجنا. انا شايف ان اللي بينتقد ده حد مستني من صلاح انه يكون مثالي في كل حاجه، يبقى حريف ومهاري وبيجيب اجوان صعبه واغلى لاعب، وكمان دماغه حلوه، ما بيغلطش، ما بيزعلش، ما بيتاثرش، ويبقى خارق وينزل مع المنتخب يموت نفسه ويبقى بيلعب بروح كده. صلاح بني ادم في النهايه، ومفيش انسان بشري مفيش حاجات ناقصه عنده. هتلاقي لاعب مؤدب وملتزم بس مثلا مش صريح وبارد، هي كده حاجات هتلاقيها كامله وحاجات هتلاقيها ناقصه. عايزينه يبقى الخطيب وابو تريكه وحسام حسن مضروبين كده كلهم في بعض، وكمان مفيش مانع لو عصام الحضري عليهم. طب ازاي يا جماعه؟ ما هو لما انا ابقى مستني منك انك تبقى بيرفكت في كل المواقف، وبتحب الناس وبتساعد وصريح وشجاع وبتواجه وبتعرف تتكلم وترابيزات بنج وبلياردو وعجل، طبيعي انا كده بظلمك. هتلاقيني طول الوقت بشوفك غلطان لاني مستني منك في كل المواقف تبقى مثالي. لذلك انا مش بنتقده لاني مش مستني منه يبقى عنده كل المميزات دي. بس حقيقي مهما كان قوي وبيتحمل النقد والتقطيع والكلام ومش بيتأثر وبيلعب تحت أي ضغوط، بس هو برضه في النهاية بني آدم، فبلاش ندوس عليه، لأن احنا 1,000,000% أقوى في الدوسة بتاعتنا. 1,000,000% هيتأثر مهما كان وهيتضغط. محتاجين بس شوية ذكاء. يعني إيه؟ يعني احنا عندنا المنتخب طول الوقت هو الهدف الأول. عندي لعيب هقدر استفيد منه كويس، فهتعامل معاه باعتدال، لا هقدسه ولا هخونه. بلاش اليمين خالص أو الشمال خالص. طب ما احنا ماتش كاب فيردي نزلنا زيزو مكان صلاح، بقالنا سنين مستنيين اللحظه دي ان نلاقي فرصه ان زيزو يلعب في مركزه في المنتخب ماتش من اوله. طب تمام، الفرصه جت علشان نشوف زيزو مكان صلاح، ونشوف كمان لو حد غير صلاح في مكانه كان هيعمل ايه. نزل زيزو، عمل ايه؟ على فكره زيزو لعيب حلو جدا، بس برضه بني ادم مش مكنه، ممكن يكون مش في يومه، او الفرقه اللي بنلعبها تكتيكيا قطع عليه ميه ونور، فمش واخد فرصه انه يلعب. اللعيبه احيانا بيشيلوا ذنب المدرب، زي النني لما بينزل يلعب مش في مكانه الاساسي، بس في النهايه هو برضه مش في مركزه. انا بفضل ان ابقى عادي، لا ضيع وقت ولا مجهود في اني انتقد محمد صلاح. الحاجه الحلوه نفرح بيها، والحاجه اللي ما تعجبناش عادي مش مهم. انا اللي يخصني انه يجي يلعب في المنتخب ويأدي. ممكن ناخد من محمد صلاح قصته، كفاحه، نضاله، ازاي قدر ان هو يوصل للتوب ليفل في العالم في لعبة احنا في مصر مش متقدمين فيها. هو ده النموذج اللي ناخده كشباب او كاطفال، نعلمهم ان شاء الله بمجرد ما هتحط حلم في دماغك تقدر تشتغل عليه وتقدر توصل له. المهم يبقى هدف بالنسبة لك في التزام وانضباط بكل حاجة ممكن تؤدي للهدف ده. لكن مش لازم ان احنا ناخد النموذج ده بكل حذافيره، مش لازم ناخد الحاجات الشخصية، مش لازم ناخد الطباع، مش لازم ناخد حاجات كتير جدا. احنا ناخد
الفايدة من القصة. طيب لو جاتلك فرصة ان ابنك يبقى شخص ناجح زي محمد صلاح، هتلاقي نفسك بتعمل كل حاجة عشان تقدر تساعده لمجرد انه هيوصل للمكانة دي. فمما لا شك فيه ان محمد صلاح شخصية ناجحة وشخصية عملت تاريخ كبير جدا للرياضة في مصر بشكل عام، وبرضه برضاه او غصب عنه فهو بيمثل اسم مصر وبنفتخر بيه في حدود انه لعيب كورة. كل اللي بره ده ممكن انا اعديه، ممكن حضرتك تنتقده، مفيش مشكله، بس في النهايه احنا لا هنقدسه ولا هنخونه. لكن محمد صلاح نزل بوست بيتكلم بصيغه ان كل اللي بينتقدوه هم ناس يا اما لجان يا اما ان هم بينتقدوه عشان يهدوا الثقه اللي ما بينه وما بين الجمهور المصري، وده مش صح ولا احترام للناس اللي بتنتقد، لان مش كل اللي بينتقدك هم ناس ليهم مصلحه خبيثه. في ناس بتنتقدك عن اقتناع وفي ناس بتنتقدك عن حب. اما بقى مدير اعماله الاستاذ رامي عباس منزل بوست اقل ما يقال عنه هو انه ده بوست، حاجة في منتهى الاستفزاز وحاجة في منتهى العبث، ألفاظ رقيقة وطريقة كلام متخلفة، إلى جانب إنه هو كمان بيتكلم عن الناس اللي بتنتقده بأسلوب حاجة في منتهى العبث. انت بتتعامل ليه اصلا كده مع الشعب المصري، ولا بتتعامل ليه كده مع الجمهور المصري؟ الجمهور المصري هو اكتر جمهور بيقف في ظهر محمد صلاح، اللي انت بتستفيد من وراه، احنا ما بنستفيدش حاجه على فكره. فطريقه كلام رامي عباس في التويته بتاعته غير محترمه وما ينفعش تعدي. في النهايه احب اقول لمحمد صلاح فكر كويس قبل ما ترد. انت قبل ما بتنزل بوست اكيد بتعديه على رامي عباس، هل هو بقى لما بيجي ينزل بوست بيعديه عليك؟ وهل لو عدى عليك انت وافقت انه ينزل الكلام ده؟ فمن الاخر محمد صلاح بني ادم لعيب كوره، هنتعامل معاه في الحدود دي، لا هنقدسه ولا هنخونه، وبس كده. في مشكله بقى في اللايكات والكومنتات والحاجات دي كلها. انا مش شايف انه ينفع اقول لك اعمل لايك، ما هو اللايك ده لما الحلقه تعجبك تعمل لايك، فانا معنى ان اقول لك اعمل لايك يعني انا بجبرك ان الحلقه عجبك. المهم يعني موضوع مش مبسوط ليه، يعني مش بحب اعمل كده، بس في المقابل لازم اقول لك اعمل لايك عشان افكرك، ما انت ممكن تنسى، لازم اقول لك اعمل لي كومنت تحت. فبما انك وصلت لحد هنا اعمل لايك واكتب تعليق واشترك في القناه علشان تلعب مع الكبار. سلام. خلي بالكوا دي بنت مش راجل والله.